السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي بقناة مطبخ وصفات مغربية مصرية. اليوم غنحضروا فيديو جديد، فيديو بريوش قطني سهل وبسيط جدا مكونات بسيطة بزاف، كيكون هش وطري غزال ما تشبعوش منه. تشربوا مع اتاي وقيسات الكوتي وداكشي. خليكم معايا ما نطولش عليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، عندي هنايا ربع كوبايه ديال ربع كاس ديال السكر سنيده، وعندي كيس ديال الخميره الفوريه معلقه كبيره، 2 كيسان ديال الماء دافي. الا كان الجو سخون راه عادي من الصنبور، ولكن الا كان الجو شويه برد راه غادي نديرو 2 كيسان ديال الماء دافيين. كنحركوا المكونات مزيان حتى تجانس يذوب لنا السكر. من بعد كنزيدو كاس ديال الدقيق العبار بنفس الكاس اللي انا عبرت به، او بنفس الكاس اللي كتعتمدوه في العبار ديالكم. نخلطوا المكونات مزيان ونغطيوها ونخلوها واحد 5 دقائق حتى 10 على جنب. من بعد كتفعل لينا هذيك الخميره، كنزيدو باقي المكونات كيف ما كتشوفوا معنا. عندي هنايا 4 المعالق كبار ديال زيت نباتيه، ممكن تعوضوها بالزبده دائبه اللي بغيتو. عندي معلقه صغيره او نص معلقه صغيره ديال البيكنج باودر ورشه ديال الملح. خلط المكونات مزيان ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. عندي هنا 4 كاس ديال غندير رشه ديال الفانيليا نتنسي، ممكن ديروا اي حاجه كتحبوا تنسموا بها، ممكن سهر، ممكن اي شيء كتبغيو. عندي هنا 4 كاس ديال الحليب، ممكن تعوضوه اساسي الزبادي، انا ما كانش متوفر عندي داك الحليب، لكن الزبادي يكون احسن لانه كيخلي العجينه كتجي طريه وهشه بزاف. من بعد ملي دمجنا كل المكونات غادي نبداو نزيدو الدقيق بشويه حتى نجمعوا العجينه ديالنا. انا احتاجت ليا هنايا تقريبا 5 الكيسان ديال الدقيق. بالكاس الاول اللي انا ضفته مع الخليط كانوا 6 الكيسان. فغادي نحاول نجمع العجين ديالي، غنبقى نزيد الدقيق حتى تجمع ليا العجينه. انا العجينه بغيتها طريه هكا كتلصق، فغنبقى نزيد بالدقيق حتى تجمع ليا العجينه على حسب الكميه. كل واحد الدقيق كيفاش كتكون كيشرب، وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. غادي نجمعها مزيان، حيدت الفوي وجبت هاد المعلقه ديال الخشب باش تعاونني باش نقدر نحرك مزيان. فغنخدمها بحال كنخدم السفنج، تخدميها مزيان بديك المعلقه. ومن بعد غادي نجمعوها كيف ما كتشوفوا. كيف ما قلت لكم خدات لي 5 الكيسان زائد الكاس الاول هي 6 الكيسان. غنخليوها ترتاح واحد 10 دقائق، ومن بعد غادي نبداو نخدموها. نرشوا شويه سطح العمل بالدقيق، ممكن ديروا الزيت الا بغيتوا. انا درت الدقيق وغنحطوا العجينه ديالنا فوق سطح العمل. شفتوا العجينه كيفاش كتكون رطبه ويعني كتلصق في اليد. ممكن تستعنوا بشويه الزبده ولا شويه الزيت. هنا عندي شوكولات شيبس اللي هو صغيور هذا، ومقطع معاه شويه ديال الشوكولاته العادي. غندخله في العجينه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. ومن بعد غنقطعها على شكل كويرات بهذه الطريقه هذه، ونبداو نشكلوهم من بعد الشكل اللي بغينا. انا غنديرهم على شكل باغيت، كيجيو غزالين بصراحه وكتجي زوينه وقطنيه بزاف. هنا غادي نستعن بواحد شويه ديال الزيت، ممكن ديروا الدقيق كيف ما قلت لكم او الزيت كيف ما اللي بغيتو. هنا ممكن تخدموا بالمدلك اللي هي النشابه كيف ما تيقولوا هنا في مصر. غادي نطلق العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه، وندلفها رول كيف ما بحال غنديروا الباغيت او الباريسيان او الخبز ديالنا اللي هو حنا كنديروا. يجي بهذا الشكل هذا على شكل رول او شكل الفينو او حربول كيف ما تنقولوا بالدارجه المغربيه. صافي كنبداو نحطو في اللاطه ديالنا ولا الصينيه اللي غادي تدخل لنا الفران بهذا الشكل هذا. نديرو واحده اخرى. هذه كنت ديجا صايبتها قبل ما نبدا، كنت خديتها شفت طريقه الخدمه، شفتها واش غتصدق يعني الشكل ديالها بهذاك الشكل ولا لا. فغنكمل الكميه كلها كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه.
ممكن ديروا الاشكال اللي تعجبكم وتعجب الوليدات. يعني ممكن تفني في طريقه انك تحضر البريوش ديالك. ممكن ديري كويرات بحال هكا ودخليه الفران، تحشيه بالمربى بالاجبان باللي بغيتي. ممكن ديري معاه الاجبان والمعدنوس. ممكن ديري السبانخ، كيجي غزال 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 بزاف. هنا غنبدل الشكل ديال هاد العجينه، غندير شكل مدور بحال هكا. هاد الشكل ديال هذا كيجي حتى هو غزال. فانا نكمل كميه ونرجع لكم من بعد. من بعد ما كملت الكميه ديالنا كامله، عندي هنايا واحد الرازبار اللي هي جديده، كنستخدموها في الخبز وفي الحلويات وفي العجين وبس. يعني كما كتشوفوا معنا غادي نحاول انني ندير هذوك الخطوط بحال هكا. عندي بيضه وشويه نسكافي مع شويه الخل، وندهن هذاك الباكيت ديالنا او البريوش كما كتشوفوا معايا. وفي هذا الاثناء كنسخن الفرن تكون سخون على درجه 200، وندخلوه من اللي سخون ندخلوه اللاطه ديالنا الفران. تاخد عندك من نص ساعه تقريبا في هاد الحدود. الا الفران عندك فيه الفرفاره راه غادي تشعليه من الفوق ومن التحت. من الا ما كاينش غادي تشعليها من التحت، ومن بعد غادي تشعلي ليها من الفوق تاخد داك اللون الذهبي. وان شاء الله غتوجد معكم وغتجي احلى واشهى بريوش درتوه او جربتوه. من بعد ملي غندهنوا الوجه ديالها نخليوها على جنب حتى تخمر، ومن بعد ندخلوها الفران طيب. غنرشوا شويه ديال السمسم، ممكن ترشي اي حاجه من الفوق او تخليها كيف ما هي بالشكل ديالها، كتجي غزاله ورائعه حتى هو. كل واحد كيبقى الذوق ديالو هو اللي كيحكم عليه شنو كيبغي وشنو ما تيبغيش. من بعد ما خرجناها من الفران وطابت كتجي على هاد الشكل هذا، شكل رائع غزال كيحمق تبارك الله. كيف ما كتشوفوا معنا كتجي محمره، كيجي شكل الباكيت هشيشه وطريه قطنيه بزاف، كتجي غزاله بزاف. كما قلت لكم ممكن تحشيوها باللي بغيتو، بالمربى بالاجبان بالمالح بالحلو اللي تبغيو. كتنفع الوليدات المدرسه في الصباح بحال هكا يفطروا بها ولا يديوها معاهم سندويشات المدرسه. كتجي غزاله بزاف كيف ما كتشوفوا رطبه وهشيشه. نتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو ديال هذا النهار. ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والبارطاج مع صحابكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.